تحية من القلب لجمهورنا الكريم، جمهوري العزيز اللي يتابعنا الآن، وجمهورنا اللي في الاستوديو أيضا اللي يتابعنا عبر برنامجنا. فاصل ونعود. يا الشغل. هذاك اليوم أنا طالع من عمل كبير، من مسلسل كبير، فكرت إني أنا آخذ عيالي وأروح الشاليه، أروح الشاليه أصيف، يعني مكان كذي بعيد بروحي. المهم حطينا الأغراض وشرينا الأغراض وشلنا وحطينا بالسيارة وكل شيء. تونا نطلع طين طين جرس الباب، فتحت الباب ولا محمد. هلا حبيبي، شو اخبارك؟ هلا محمد، هلا والله. يمكن محمد هذا ما تعرفونه، محمد هذا معروف ويسمونه الباراشوت. كانوا قايلين لي عنه من اول، كلموني عنه بس انا ما صدقت، بس لما صار معي الموضوع هذا بالفعل صدقت. هلا محمد، خير ان شاء الله؟ قال لي يا اخي مريت حسيت نفسي جوعان قلت اتغدى معاك. قلت له ها؟ قلت له محمد احنا مو مسوين غدا، انا باخذ العيال الحين بروح الشاليه. قال الشاليه الله حلو. قال لي على فكره ممكن تليفونك شويه؟ قلت له ليش؟ قال لي تليفوني ما في رصيد، عطني تليفونك. قلت له حاضر تفضل. اتصل، الو هلا حبيبتي، كلم زوجته. لا انا مع داوود، انا طالعين رايحين الشاليه. ايه متى ارجع؟ انا متى ارجع؟ لا قولي متى نرجع، يلا لبسي عشان اجيبكم هني، يلا. المهم الاسبوع هذول اللي احنا قعدناهم بشاليه مره والحمد لله وكل شيء تمام. رجعنا كل واحد فينا رجع بيته الحمد لله وكل شيء تمام، لغايه ما واحنا قاعدين ذاك اليوم بعدها بيومين ما وعيت الا جرس البيت طين طين. فتحت الباب ولا محمد وزوجته وعياله. محمد نعم في شيء؟ قال لي لا يا اخي خلاص يا اخي، من يوم ما خلص الاسبوع مال المصيف وعيالي عمي داوود. قلت له حياكم الله. ادخلوا داخل. انا وقفت عند الباب قعدت افكر، يا جماعه في سؤال يطرح نفسه، هم العيال اللي عنده طفلين صغار توأم وعمرهم 3 اشهر، شلون قالوا عمي داوود؟ ما ادري. الان خلونا نرحب بفنان كوميدي خفيف دم، انسان في غايه الروعه من الداخل وفنان في غايه الروعه ايضا. حيوا معاي الفنان عبد الناصر درويش. هلا عبد الناصر. هلا مرحبا. شوفي سؤالك هاي. لا لحظة الحين حاط يكون فاضي ليش؟ فاضي ما في ماي، علشان لما تشوفه اول ما تشوفه فاضي راح تقول. زين اوكي. توني قلت لك عبد الناصر ايش تشرب؟ جاي بسألك ايش تشرب يا اخي؟ ليش تسوي فيني كذي؟ اوكي زين ايش تامر عليه؟ ايش تشرب؟ شاي كوفي؟ لا ماي اكيد؟ نعم. بس ماي؟ نعم. يعني شوف هاي شفت شلون؟ يعني انا ما قلت شيء غلط، هاي ضحكته. هاي ضحكتي، هاي ضحكتك حلوه يا اخي. يوم سويت لي سالفه بالمعهد ايام الدراسه. ايه كنا ندرس بالمعهد، كان اعتقد داوود بسنه ثانيه وانا بسنه اولى. في المعهد العالي في المسرحيه. فالصبح جايين حندخل المحاضره يعني، والعميد كان موجود قاعد شويه مرأتي انا وشويه داوود ولا قلت ضحكتي. قال العميد ايه يا عبد الناصر من الصبح؟ قلت له والله مش انا مش انا صح. قلت له مش انا. تذكر شوف القصه كلها صح بس في معلومه واحده غلط. شو هي؟ انك انت قاعد تقول انت كنت اولى انا كنت ثانيه. انا اصغر منك عبد الناصر. لا شو صح عشان انا ساقط بالثانويه. لا بس احنا يوم مرينا انا على طول حسيت ان العميد يمشي وراك. ايوه وانت جاي فعلى طول بالممر كان يقول وش كان ادخل المحاضره صار لوحده كان يقول يا عبد الناصر ايه قله الادب. اي والله مش انا هو والله. لا كان يوم بس الحمد لله ما صار شيء. لا الحمد لله. شو بعد
بس ترى نسيت اقول لكم شغله، ترى عبد الناصر قبل كان حبيب يعني. هذا اللي هذا شغله عندي يعني، انا اعرف انه كان يحب وكان يعني لحظه شوي. لا يعني الواحد ما يحب. بلا صح. بس ابيك تكلمني عن المرحله هذه، مرحله الحبيبيشن هذه، ايام ما كنت ايام يا ايام الثانويه ايام الثانويه يعني كذا تهيأ لك ان البنيه تحبك، هي لا تحبك ولا شيء، بس انت تحبها من طرف واحد. اوكي. يا سلام، تقعد وبكي وهذا ودموع زين الضحكه البكي يا شلون برضه. لا ماشي يعني ما يعني اول حب بحياتك عبد الناصر ما تكلمنا عنه؟ هذا هو يعني اقول لك حب من طرف واحد. كله كان من طرف واحد؟ بس كم واحده حبيتها من طرف واحد؟ من المراهقه الى الان. من وين؟ من المراهقه الى الان كم واحده من طرف واحد؟ والله يعني الحسابه بتحسب. يعني كلهم؟ لا والله يعني الحب شيء جميل حلو يعني. طبعا اكيد. نعم. بس انت لانك انت مجربه من طرف واحد يعني، بس من الطرف الثانيه اوكي من طرف واحد، بس كم واحده يعني ما عادهم؟ لا والله للاسف يعني. نعمل بريك وتعدهم ونرجع. يا جماعه في شغله بعد، في معلومه مهمه، ان عبد الناصر درويش كان رسام ماهر، يرسم صح؟ اي اول كنت ايام الدراسه بالثانوي كنت في الانديه الصيفيه يعني كنت ارسم. فواحد من صحابي قال لي تعال مثل معنا، قلت له لا ماليش انا يعني اللي بالرسم كنت ارسم. فيابني يعني وطلعت على المسرح وهذا، بعدين حبيت الشغله. حبيت المسرح وتركت الرسم؟ نعم تركت المسرح وحبيت المسرح وكملت الدراسه يعني انت حسيت ان حبك للرسم كان من جانب واحد ولا من جانبين بعد؟ لا من جانبين. من جانبين. نعم. وبعدين دخلت المسرح. بس المسرح حب اكيد من جانبين، لان ما شاء الله عبد الناصر مبدع بالمسرح. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. اول اجر اخذته كان كم؟ كان مسرحيه اسمها وعاد الامل، تاليف كاظم الزامل، اخراج خليفه خليفو. قعدنا اشتغلنا شهر تقريبا. شهر بروفا هو وشغل شهر عرض ولا شهر؟ لا عرض اعتقد عرض. أوكي. شهر عرض. ايه. فكنت انا طالب في المعهد. فياني خليفه اعطاني تشيك 150 دينار. حلو. 150 دينار، قال لي هاك. قلت له هذا حق شو؟ قال لي عشان اجرك مال المسرحيه. انا فكرت يعني بيشتغلوا ببلاش يعني كذا ومش عارف ايه، تفاجأت انه بيعطوا اجر عشان هو كان انت كنت تحسب الموضوع انه كان يعني كذا هو يعني ببلاش يعني مش حالك يعني. واخذت استانست. في ناصر، في احد يروح يسوي مسرحيه من غير ما يحفظ لا نص ولا شيء وعلى طول يروح على المسرح؟ فعلا في مره مسرحيه من مسرحيات جماهيريه اسمها سوبر ستار مع طارق العلي. فهم كانوا بيعرضوا يعني المسرحيه وهذا، فقال لي تعال اشتغل معانا مش عارف ايه. رحت سويت الشخصيه يعني، وكانت كلها لايف يعني من اول مسرحيه لاخر المسرحيه. اوكي. طلع اخر مشهد احلى مشهد في المسرحيه. المشهد انت سويته؟ المشهد الاخير. وانت دخلت يعني قصدي هل انت حضرت يومين ثلاثه عروض وبعدين دخلت؟ لا. ولا دخلت على طول؟ لا حضرت عروض، ما كان لي دور يعني، انا عارف انا يعني سوينا الدور. اوكي. انتوا عملتوا مشهد اضافي؟ هو ايه دخلت وطلع من احلى المشاهد. نعم. اول يعني انا ما ادري الشباب هذول يا اخي، اصدقائنا بعض الفنانين يعملون مقالب في الواحد يعني، مثل موضوع مقلب المعهد وهذا اللي سواه، ما ادري منو سواه، اللي ضحك نفس ضحكتك قبل شوي قلنا. الاستاذ ما ادري الله يسامحه اللي سواه. زين منو بعد سوى فيك مقالب؟ كثير المقالب تصير عليك ناصر لانك انت يعني بيور طيب وهذا، فعلى طول يعني وين موقع جيد للمقالب. سوى فيك مقالب؟ ليش موقع جيد للمقالب؟ حلو هذا. لا يعني سوى فيك مقالب من اول؟ غير يعني انا احبك انت اخوي طبعا. لا ما مقلب يعني، في الربع مره بالبحر. ايه مره ربع كنا رايحين البحر. رايحين نصيد سمك يعني بتروح البحر ايش تبي تصيد؟ خروف؟ اكيد بتصيد سمك يعني. لا عشان العالم. اوكي. زين كمل. رحنا نصيد سمك، رحنا بالبوت، طلعنا. واحد صاحبي اسمه حاضر وواحد ثاني اسمه احمد البلوشي في الامارات في ابو ظبي. فطلعنا بالمركب،
المهم الخيط اللي بنصيد فيه السمك فيه 6 سنانير. قالوا لي لا حط 3 سنانير. ليش 6؟ قلت لهم لا انا عاوز 6. المهم السناره ما فيهاش طعم ولا حاجه، فيها زي خيوط كده بتيجي عليها السمكه، اسمه سمك جش. اوكي. المهم رميت الخيط وسويت كده صادت السمكه. حلو. طلعت الخيط بحذر لانه السنانير في سنانير طالعين. طلعت السمكه. المهم السمكه ضربت على اخر سناره. مسكت السمكه كده عاوز اطلعها، تطلع السناره شوي انتفضت السمكه، جت السناره بصبعي وخشت جوه وعلقت السناره. شوف بعد يعني. المهم قطعت الخيط، قلت له احمد يا احمد، قلت له قص لي يعني الخيط. ضلت السناره معلقه. يا جماعه ودوني الشط عشان اروح الدكتور. لا ما في. شوف النداله، قعدوا في البحر يلفوا ويصيدوا ويضحكوا. يا جماعه ودوني. وللحين سناره بيدك؟ لا ايه سناره بيدي وماسكها وقاعد انا هاي الصبع ده ماسكها وقاعد. يا جماعه الله ايوه كنت يعني حبكي. ازاي؟ يعني ازاي؟ يا جماعه ودوني الله ما في. ويلفوا بالبحر وانا ماسك صباعي وقاعد. المهم لما وصلنا بس قاعد في اليخت زي التلميذ الشاطر عامل كده اهو. نعم. رافع صبعك بس. ما في. وبعدين بعد ما وصلت وشلتها؟ شلتها اكيد. نعم. حلو. ما خليتها. زين. تحك ساعات تحك راسك. لا تحك ظهرك. علاها هنا. اوكي ناصر، اناقه اليوم حلو الموضوع. حلا دنياك يا اخوي، عيونك الحلوه. موضوع البدله، لا عيوني صغيره. لا بس البدله حلوه. وانت اللي تحلي البدله يا ناصر حبيبي. يا اخوي الحالات حالات الروح يعني. الله اكبر الله اكبر. ايوه. مو بس انت اشرب. ناصر انت الحين لا والله جد تحب البحر وايد؟ ها؟ احب البحر بس ما اعرف اسبح. تصدق ما تعرف تسبح كلش؟ يعني اي لا سمح الله اي شيء خلاص ضعنا، لازم تشوف لك احد تمسكه. ايه صح. انا ما ادري انا ليش انا عكسك. انا ما احب البحر، يعني ما احب اروح البحر. طب اروح البحر عشان اصيد سمك يعني؟ طب انتم تروحون تصيدون سمك حر وذبحه وسناره تدش بيدك وما ادري شنو. صح يا اخي روح السوق اشتري لك سمكتين واطلع برا خلاص يا عمي فك نفسك. لا بالعكس البحر حلو. لا البحر والله حلو يعني. الواحد حلو بيرتاح الواحد. ساعات لما تقعد على البحر ما تغني بروحك كذي بينك وبين نفسك؟ تغني كذي دندن يعني. يا ريت لو تدندن لنا. تخيل نفسك على البحر ونبي نسمع منك اغنيه وهذا الميكروفون وصوتك الحلو. ها يلا. انا اداء يعني بس. اوكي. انت في النهايه ممثل والله مو حافظ. كنت قاعد ناكل. يلا يعني شوف اداء يعني. والله مساء الورد برضه مساء الورد. لا عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا حبابي يا رموش الحليوة. أيوة عنابي عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا حبابي يرضيك الحليوة يسيبني بالنار اللي بتدوبني. يرضيك الحليوة يسيبني بالنار اللي بتدوبني. ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. يلا ايوه. احبابي. ايوه النار اللي دوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. لحظة ليش قطعت اللي قديها بغني؟
ليش قطعت الاغنيه؟ قطعنا الاغنيه؟ ليش قطعتها؟ راح نرجع حق الاغنيه اكيد. اوكي. اي بس لا بس يعني. الحين ابيك انت تقول حق الجمهور، ابيك تقولون فاصل ونعود مع داود، او فاصل ونعود هم يقولون لك. يلا اوكي. لا يلا فاصل يلا لا بس قول فاصل ونعود بس. فاصل ونعود. عودة مرة أخرى في فاصل ونعود. عبد الناصر، أنا سمعت إنك رحت السيشلز. نعم. جزر السيشل. سيشل نعم. أها شو يعني جوها غريب، يعني جزيرة بس كلها جبال وخضرة كلها. أها. وناسها بسطة وكله مطر ومش عارف ايه، يعني جو جدا جميل. لا بس يقولون إن المركب بغت تنقلب فيكم وكان فيها مشاكل صح؟ لا على السيف. المركب اللي بيمسك المجداف. اوكي. فامشي يلا يا شباب يلا روح سيدة يعني دغري يعني. اوكي. المهم انا ولا موجة عالية جايتني. تعرف عملت ايه؟ ايه؟ قلت مسكت كده. مسكت الموجة. ورجعت مرة ثانية على سويت ماشي حركب. والموجة لما مسكتها رجعت ولا؟ لا ما رجعت لا. انزين انت بكثر رحلاتك في البحر وهذا، انا سمعت انك انت تسوي تان، تعمل تان. نعم. تان. اكو واحد يسوي تان بالسمنه بالدهن. مين؟ انت دهن جسمك؟ لا ايه لا، لما انا واخويا كنا صغار يعني. ايه؟ رايحين نتسبح بالبحر، مع انه يعني على السيف يعني ما ندخلش جوا. على الشاطئ. على الشط. المهم شفنا اجانب جسمهم بلمع. ازاي؟ ما احنا ما نعرفش يعني. ثاني يوم رحنا اخذنا سمنه بلدي من البيت. والله العظيم ما بكذبش، والله العظيم. عرفنا ايش عرفنا؟ اخذنا سمنه بلدي ورحنا انا واخوي يلا ايوه سوي يعني نفسهم. هو فرق ظهري بالسمن وانا كمان فرقت ظهره، وقعدنا والشمس شو الساعه 12 الظهر والشمس يا حبيبي الله. واحنا نايمين على يا سلام. اتقلب على قمر النار. والله ما شاء الله يعني. لا بس حلو، سمن بلدي ونايمين وحر موت. زين كان يبتوا 4-5 بيضات وقليتوهم على ظهركم بعد مره واحده. اي والله يعني الموقف ما راح انساه طبعا. انشوينا صح؟ شويته طبعا. نعم. يعني المفروض والله انت بيض واخوك شيبس يلا روح. لا شيء زين. انا سمعت ان علاقه عبد الناصر درويش بالكره، كره القدم، نفس علاقتك باللغه المكسيكيه اذا كنت تتكلم مكسيكي. صح بالضبط. انا ما بعرف اشوت يعني ابدا. مسرحيه من المسرحيات اسمها الكره مدوره. انا كنت ضمن فريق، يعني فريق القادسيه وفي فريق النادي العربي، بنلعب ضد بعض على المسرح يعني حاطين جون مش عارف ايه وهاي. اجي اشوت الكره الجول يجي يطلع من عشان ادخلها جول ما ادخلهاش اطلعها اوت. زين. عبد الناصر درويش طباخ ماهر من الدرجه الاولى، وانا اشهد لك لان انا ايضا يعني اكلت من طبخك وصح ايام ما كنا نعمل مسرحيات. طيب تكلم لنا عن الموضوع، موضوع الطبخ، يعني هذا النفس الجميل انت شلون ما ادري يعني شلون عادي يعني لا مو عادي انا ما اعرف، غيري ما يعرف. انت ما شاء الله عليك يعني مستعد تجيب خروف كامل باع تشيل منه الجلد وترميه داخل تطلع طبخه. لا شلون؟ كلمني. شوف مره في البحرين رحت شريت خروف. سالفه كان نقول سالفه الزعفران بس يلا كمل يعني كمل الحين. ايه كمل. لا مو سالفه الزعفران غير سالفه الزعفران غير. شرينا خروف ذبحناه، خروف صغير طلي بسموه. ذبحناه وصلخناه ومش عارف ايه، وديته البيت سلقته مش عارف ايه وحطيته بالفرن. المهم وانا بسوي الرز
فقلت لصاحبي ما تمسكش الحله يعني، ما تفتحهاش، خليه عشان العيش يتسكر على راحته يعني. اوكي، لا اللي عشان الرز يصير يعني اوكي. المهم طلعت برا، رحت شويه، دخلت الغرفه مرت، لقيت لاعبين في الموضوع، لاعبين في العيش، فاتخانقت مع صاحبي، لا هو كل وانا اكلت، راحوا كل واحد زعلنا بصوب والاكل تم مثل ما هو؟ لا الاكل الشباب ما شاء الله عليهم. وانتم ويا زعلانين؟ احنا ويا يا سلام حبايبي والله. يعني بعد التعب هذا كله ورحتوا دورتوا على الخروف، اخر شيء ما حد فيكم اكل؟ ولا حد فينا اكل. وثاني يوم كنت ليش ما كليت؟ يقول لي ليش ما كليت؟ زعلانين مع بعض. كل واحد فيكم له مثال. اي والله. والخروف ومات. اي والله. زين، وموضوع الزعفران هذا اللي مره شو اسمه سويته حطيته كذي؟ مره حط كاسه شاي وكاسه زعفران، منقع الزعفران، منقع اي ناقع الزعفران في الميه. المهم بالغلط وانا عايز احط الزعفران فوق العيش يعني، فعاوز اشرب شاي، فمسكت الزعفران شربته. والشاي حطيته على الاكل؟ نعم. راحت. حلو. ناصر، في اغنيه حلوه ايام المعهد خلينا نسمعها. لا والله حلوه. لا ما في والله. لا بالعكس والله. انت اللي حافظها. لا ماما ستو بقى. لا والله مو انا كنت اغنيها اصلا. ادري مو انت. صح. اي بس ماما ستو يا ماما يلا غني معي يلا انا معك. زين اوكي، اقول لك شيء، انا اغني انت كح موسيقى، يلا. يا ماما ستو يا ماما ستو يا ماما ستو بعدين ايه؟ ايوه ايوه ناصر، انت كنت تغنيها. والله مو متذكرها والله العظيم. يا ناصر والله مو حافظها. يا ناصر ما راح تغني ماما ستو؟ والله مو حافظها. زين اوكي، شنو اغرب اغنيه سمعتها بحياتك؟ يعني اغرب كلمات يمكن انت في ساعات تمر علينا كلمات نسمعها نقول اوه شو هالكلمات هذه، يعني كلمات غريبه عجيبه. صح فعلا. انا سمعت اغنيه بس اول ما سمعتها ضحكت يعني، اول كوبليه ضحكت يعني. اللي هي تفاجأت في الموضوع يعني. مثلا يقول لك غلط يا ناس تصحوني وانا نايم، تقولوا لي تعال اسمع، وكيف اسمع وانا نايم؟ اول ما سمعتها ضحكت يعني. لحظه مره ثانيه غلط يا ناس تصحوني وانا نايم. ده اكبر غلط، نايم الريال ليش يقعدونه يعني؟ اوكي صح الريال يقول لك غلط يا ناس تصحوني وانا نايم، تقولوا لي تعال اسمع. صح. وكيف اسمع وانا نايم وصاحي؟ ونايم. لا وصحيته. صحيته. طيب غلط، يصحونه يقولون تعال اسمع وكيف يسمع ونايم. عموما نتكلم عن موضوع ثاني، نتكلم عن مسرحيه سويناها مع بعض اسمها لولو الصغيره. نعم. الله، يا مسرحيه لولو الصغيره حلوه. مساعة اطفالنا. حلوه. ايه حلوه. الحين لولو كبرت على فكره وصارت كبيره. واحنا كبرنا يا ناصر. وين كنا قبل؟ صح والله. الله انا الحرامي. وانا وين ايام والله. اي والله ايام ما شاء الله. تذكر المسرحيه ولا لا؟ اذكرها طبعا. تذكر يوم على خشبة سينما السالمية. يعني كان تقريبا الجمهور 1500. ما شاء الله ما شاء الله. والله. تذكر يوم خذيت ملابسي ولبستهم؟ نعم اخذت ملابسك لان كان الدور حرام يعني. فاقول حق داود انا ما عندي هدوم، وهذا اعطيني هدوم من عندك، فرحت لبست هدومه هو وساعة يعني. انا بس احب اقول شغله واحده، وهذه للامانه يعني، وهذه شهادتي انا مجروحه في اخوي عبد الناصر. اخوي عبد الناصر حبيبي واخوي وعزيزي، وانا الله يشهد اني انا ايش كثر احبه. اخوي عبد الناصر من احسن وانظف الناس اللي انا اشتغلت معاهم يعني صراحه، ودائما اقولها امام الشاشه وقدام الناس، هذا بالفعل اخوي وعزيزي، لان عندي علاقه انسانيه معاه ومع اهله وابوه ووالدته الله يرحمه. الحين احنا قلنا من ساعه المقالب اللي سووها فيك، نبي المقالب اللي عبد الناصر يسويها في الناس. ما سويت والله. لا ما اعتقد. امبلا ذكرني. انا اذكرك على مقالبك. زهايمر مبكر. انا اقول لك مقلب من المقالب اللي عملها فيني، انا تبيني اقول المقلب اللي انا سويته، اللي انت سويته فيني؟ سويته فيك؟ شوف سويت فيني مقلب مره رحنا انا وياك انعزمنا بيت صديق، كنا بحفله صح ولا لا؟ صح. حلو. تذكرت. رحنا قعدنا سلم عبد الناصر، واول مره قلت له يا صديقي عبد الناصر اهلا وسهلا، فقعد مع الوقت واحنا نتكلم. عبد الناصر من النوع الاجتماعي، فتح معاهم تكلم معاهم الموضوع كذا وكذا، وانا اهلا وسهلا انا مش عارف كذا. بعد ما قعدنا وشويه وعبد الناصر قاعد يتكلم معاهم وانا اتكلم، في ضيوف كثير يعني صاحب البيت قال لي اخوي داود
عبد الناصر في شيء يعني صراحه لما يكلمني انا شيء ما دش عقلي. قلت له ليش؟ كان يقول يا اخي رجل اسلوبه راقي ومهذب ومحترم، بس طلب مني طلب غريب. يقول لي انا انسان قاعد ادور على نصفي الاخر وابي اتزوج، فيا ريت لو اشوف لي واحده مثلا موجوده بالحفله واتزوجها. هذه وين اهلها؟ قلت له هذه زوجتي. كان يقول لا مو مشكله انا اتزوجها. انت الحين ما لقيت واحده تروح تخطبها الا زوجة صاحبي راعي البيت. فمن يومها كان قاعد يفضفض وقاعد يطلع اللي بقلبه. صح. اها صح، هذا صارت يعني. نعم. يعني سويت فيني مقلب. نعم. نعم بعد. شكرا. وتعترف. نعم. انزين، وساعات على المسرح تغير النص قدام زمايلك صح؟ ايه عادي يعني، كل خاصة المسرح الكوميدي يعني كل يوم تطلع حاجة جديدة يعني. انزين. يعني لو تيجي مثلا اول يوم عرض غير لما تيجي مثلا بعد شهر يعني يختلف. الفيوهات تختلف. نعم. ممكن تفاجئ اللي قدامك يعني؟ ممكن. طيب انت قبل العرض مثلا او قبل لا تدخلون المسرح تقول له انا راح اغير الجمله هذه، ولا انت ممكن تفاجئ على المسرح؟ لا، فاجأة على المسرح عادي. مفاجأة. اي نعم. والممثل اللي امامك في ناس ترتبك وفي ناس عادي. في ناس لا عادي، في ناس في ناس لا تسندك بعد. في ناس تسندك وترفع معك. أيوة. وفي ناس ممكن تنزلك تحت. ممكن صح. عبد الناصر بغيت اسالك سؤال حبيبي بالنسبه بما يخص الدراما الخليجيه. الحين بعرف راي عبد الناصر درويش في الدراما الخليجيه. اول شيء ايش رايك بالمسلسلات اللي تقدم؟ والله يعني اقول لك يعني ارضاء الناس غايه لا تدرك يعني. كل واحد له ذوق ولا ستايل يعني، عارف؟ ايوه. وكل واحد يطلع اللي يعجبه يعني، عارف؟ طيب احنا في النهايه يعني قاعد نشوف ايضا عبد الناصر درويش خريج معهد عالي فنون مسرحيه اكيد، ومن الطلبه المتميزين ما شاء الله. زين، عبد الناصر درويش اذا عرض عليك دور تراجيدي، انت دائما تعمل كوميديا. كلها كوميديا طبعا. طيب اذا عرض على عبد الناصر درويش يوم من الايام دور تراجيدي، راح يقبله ولا ما راح يقبله؟ لا، راح اقبل اكيد. نعم. اذا هذه دعوه ايضا للمنتجين الكرام، اي دور في تراجيديا عاد بيضحكون العالم. قاعد يضحكون. تراجيدي قاعد يضحكون. لا بس انت اكيد راح تتغلب على نفسك اكيد يعني في النهايه. نعم. انت رجل فنان. طبعا. لا طبعا. انت لا، اللي يمثل كوميديا يمثل تراجيديا يمثل كل شيء يعني. انزين، وش رايك بالاعمال الكوميديه اللي يكونون فيها ممثلين من كل الدول يعني؟ هذا التجمع العربي الحلو، ايش رايك فيه؟ ما تحلم بهالشيء؟ بالعكس، شيء حلو والله، بالعكس. مو حلم بالنسبه لك انك يوم من الايام تعمل عمل مثل هذا؟ ان شاء الله يا ريت. واذا صار لي يعني صار نصيب راح اشتغل. زين، الحين انا تخيل ان انا مثلا ماخذ دور الابو وانت دور الولد، وانا الابو بالبيت وانت الولد ساقط في المدرسه وياي، علشان خلينا نعمل دراما انا معك. هاي دراما يعني؟ نعمل دراما صح، نعمل دراما. والدراما لازم يكون هالشكل بالشكل هذا، الابو يكون هالشكل يعني لازم. يلا انت الولد اللي ساقط وندمان وندمان انك انت ساقط. انا نعملت منتهى التراجيديا. نعم. شرط ان احنا ما نخلي الناس تضحك ابدا، راح يمسكون نفسهم من الضحك كثر ما يقدرون. على الحين دور ولدك. اي دور ولدي. ولد هالطول ايش كبرك؟ اوكي صح يلا. ها بابا تراجيديا. تراجيديا يبا. اي والله لا تضحك. ضحكة التراجيديا. بتسويها بالخليجي ولا كيفك؟ باللغة العربية؟ خليجي سوا خليجي. يلا عربية عادي. يلا خليجي. لغة عربية بعد حلوة. يلا كيفك باللغة العربية؟ باللغة العربية ما في مشكلة. ما خطبك يا بني؟ والله يا أبتي أني ذهبت إلى المدرسة ولما رسبت في الامتحان يا والدي. ماذا؟ ويحك، كيف رسبت بالامتحان؟ لأنني لم أذاكر جيدا. لأنك لم تذاكر جيدا؟ نعم. وكيف سقطت يا؟ ألم تأخذ دروسا خصوصية؟ أجل يا أبي. ألم أساعدك في الدروس الخصوصية؟ أجل يا أبي، ولكن كان تفكيري في غير الدراسة. وماذا كنت تفكر يا بني؟ في الأكل. أكل أم ابنة الجيران؟ لا،
انا مربي تربيه مربي تربيه حسنه. انت طالع علي على اباك. اجل اجل اجل. حسنا اجلس لنتفاهم، اجلس. هيا عمي خليك في الكوميديا وايد احسن، لان شي ضيعتنا انت الحين، احنا ما ندري شو نسوي. والله العظيم انا ضعت. راح شوف، انت من عشاق الفنان عبد المجيد عبد الله، وانا ما راح اخليك اليوم تطلع الا لما اسمع شيء من الفنان ابو عبد الله. لا مع بعض نغني. نغني مع بعض. نغني مع بعض، وانا بعد احب عبد المجيد. يلا اخذ ميكروفونك وانا اخذ ميكروفوني، وتوكلنا على الله والى المسرح امام سر. ليتس دو ات. الله أكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، الله من يشبهك يا ودادي، انت بشر غير عادي، بك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. اللهم أكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي، انت بشر غير عادي، بك الجمال العجيب، رهيب والله عجاهيب. شكرا. صراحة لا يسعني الا ان اشكركم واشكر اخوي داود حسين حبيبي، واشكر الجمهور واشكر العاملين والفنيين كلكم من A to Z. وشكرا للفرقه الموسيقيه. شكرا حبيبي. بعد امرك. وهم بعد انا احب ازيد على اخوي كلام اخوي عبد الناصر، احب اقول ان للناس اللي يقولون ان في خلاف بيني وبين عبد الناصر، لا والله عبد الناصر حبيبي واخوي، وغصبا على اللي ما يرضى اخوي حبيبي يعني. غصبا حبيبي ناصر. مشكور حبيبي ودوي. حد عايز بوظة؟ إذا فاصل ونعود. عودة من بعد الفاصل عزيزي المشاهد، ومع برنامجنا فاصل ونعود. خلونا نستقبل الآن ضيف عزيز وفنان متميز ورائع، سواء كان في الكوميديا وفي التراجيديا وفي كل الألوان الفنية. حيوا معاي المتألق الأستاذ خالد البراكي. تستاهل يا ابو وليد.
الله يسلمك. تستاهل يا ابو وليد الصفقه واكثر من الصفقه. عساك سالم. وعلى قولك عبد الله ابو الخير تستاهل بعد بوسه. تستاهل تستاهل ان شاء الله. خالد انا ببدا معاك قوي والله. شفت الهجوم القوي السلايد؟ صالات على طول. على طول ماكو. يقول لك هذا الهجوم إيه؟ اذا يصير هجوم معناته خطه من الدفاع. اي خطه طبعا يعني خير وسيله للدفاع. اي الهجوم. الهجوم. يلا خلينا حلو. الهجوم. نتكلم عن المقالب. شوف اكيد في مقالب سووها فيك، واكيد انت بديت سويت مقالب في ناس، فخلينا نتكلم الجانب هذا في حياه خالد البريجي. والله وايد مقالب ابو حسين مثلا وايد تصير، بس الواحد ما يذكر ساعات، بس هي شوف في مواقف طريفه صارت لي. خل اقول لك عنها. في مواقف تصير ساعات الواحد ما يدري يعني يكون مو وقت حق الموقف ولا شلون يتصرف، لكن السرعه البديهه. ما يسعفني الحين، ما تسعفني ذاكره اني اذكر موقف معين، بس يمكن مع المعجبين. اقول لك مع المعجبين ممكن مرات تصير يعني، وهم طبعا احنا امتداد، احنا امتداد منهم يعني المعجبين والجمهور، هذا جمهورنا يعني لا نقد، بس في بعض المواقف تصير يا اخي تحطك في موقف يعني هو فعلا مضحك. تدري احنا ما شاء الله الالتزام والسفرات ابو حسين، صح. الواحد ما يركز بقوه. صح. يعني لما تشوف الشخص يمكن بعد 3 ايام تشوفه ما تقدر تتذكره الا اذا كان في موقف معين. كنت انا في احد الفنادق في اللوبي قاعد، وجاني واحد وهم طبعا من الخليج، سلم علي شلونك شو اخبارك؟ وسلام حار قوي. قلت الحمد لله بخير. سلام حار حسيت ايده حاره؟ بالضبط شواني شوي. زين فشلونك شو اخبارك؟ قلت له بخير الله يسلمك. ايش دعوه ما تسال عنه ما نشوفك؟ قلت له عفوا وين شايفك انا؟ ذكرني. كان يقول لا انت انغريت. شو اللي صار اني انغريت؟ لحظه عفوا شنو الموقف اللي بيني وبينك اللي صار عشان انا انغريت؟ لا شفت نفسك انت، يعني انا عرفتك اول ما بديت اول بداياتك، بس الحين انت ما شاء الله عليك يعني تغيرت من صارت نجوم. قلت له لحظه شنو الموقف او يعني شلون تعارفنا على بعض انا معاك؟ شو اقول لا والله زعلت. قلت له يا ولد الحلال تعال انا اسف، شو اللي تامر فيه؟ انا حاضر، بس قول لي وين شفنا بعض؟ لا صدق انا زعلان منك يا حبيبي. انا قمت الحقه. صار العكس بدال ما هو انا ورا لحظه اوقف لازم تقول لي الموقف او وين شفتك انا في اول مره يعني، او شنو العلاقه اللي بيني وبينك؟ انا قلت يعني هذا ممكن استضافني في مكان خدمني في شغله وانا ناسي ناس وايد نشوفهم، فممكن اني نسيته، فما ودي اطلع بالشينه قدامه. الله يخليك قول لي، الله يرحم والديك قول لي. ترجاي قمت اترجى الله يخليك بس قول لي انا حاضر، شو اللي تامر فيه؟ يا اخوي قول. شو اقول لحظه انا اقول لك قبل 5 سنوات. قلت له ايه؟ شو اقول قبل 5 سنوات كانت في زحمه عليك في اللوبي وكانوا الناس يصورون معاك، انا دشيت من بين الناس صورت معاك ومشيت. قلت له طيب. قلت له يعني انا بالصوره حتى يمكن ما شفت وجهك، شلون تبيني اذكرك؟ اي صح. فهو الظاهر يشوف بالصوره يشوفني انا واقف يمه على باله انا بعد قاعد اشوفه طول هالفتره هذه. ويطالع الصوره على باله ان انا شايفه واعرفه. قلت له يا اخوي ما اعرفك انا. ولا وطلعك مغرور وطلعني مغرور شيء. قلت له انا على بالي في موقف، قلت له امش والنفس طيبه عليك. لا مواقف تصير ابو حسين. طبعا حبيب قلبك وصديق دربك الفنان المتألق خالد امين، طبعا ونوجه له تحيه وتحيه للفنان خالد امين. الله يمسيه بالخير حبيبي. منو يسوي مقالب في بعض اكثر؟ انت تسوي في مقالب ولا هو يسوي في مقالب؟ والله على حسب ابو حسين، على حسب النفسيه. اي وهو خالد معاي اذا بسوي في موقف او اذا بطفره تصير له حوبه علي. اوكي. يعني وايد مواقف. في موقف اي اوكي كنا رايحين العمره. اوكي زين تبي اقول؟ اي قولها بالعكس. كنا رايحين العمره فنزلنا من الطياره واحنا علينا احرامنا وكذي. انا بس خلنا قبل لا تكمل بس بقول حق الناس، بقول لهم ترى العلاقه بين الخالدين خالد امين وخالد البريجي بالعكس علاقه جميله جدا واخوه ما شاء الله، ولله الحمد، وعسى الله ان شاء الله يحفظ هالمحبه والله يديم المحبه ويزيد المحبه بينهم. انا بس ابي ابين لكم مدى التصاق الفنانين في بعض كاخوه واصدقاء. اي كمل. رحتوا العمره مع بعض بعدين؟ رحنا العمره مع بعض. فجاء واحد هم بعد من المعجبين وهم بعد عليه احرام ويسلم علينا، كان في رمضان. سلم علينا كان يطالعني كان يقول انت خالد البريكي؟ قلت له اي نعم حياك الله. الله يحييكم نورتوا، زين انكم جيتوا تاخذون لكم عمره في رمضان الى اخره. شكرا.
التفت شاف خالد امين. في عندنا فنان تعرفه حسين الاحمد. اوكي مطرب مطرب اسمه حسين الاحمد. تقريبا في شبه بسيط بينهم، فهو خان التعبير. كان يقول له حسين الاحمد. خالد شوي قال له لا انا مو حسين الاحمد. لا انا مو حسين الاحمد. انا ضحكت. ضحكت خليتها بقلبي. اوكي مع السلامه مع السلامه. الحين طول الوقت واحنا ماشيين بالطريق طالعين من مطار جده الى وانت تنادي حسين الاحمد. وانا حسين الاحمد ما على كمر، نزل الجامه شوي بس. يطالعني بنص عين. اقول له ماشي. اقول له حسين الاحمد الحين اول ما نوصل ان شاء الله شنو اللي راح نسوي وكذا، ومشت. زين شنو الشعار اللي اول شيء نسويه يعني؟ هل مثلا زين حسين الاحمد نروح ننام بالفندق ولا على طول نروح ندس؟ ومشت كل خطوه نخطيها حسين الاحمد. خلاص احنا قاعدين نطوف حوالين الكعبه. حلو. قاعد نطوف تسبيح وقراءه والامور هذه. زين فانا قاعد اقول حسين الاحمد هل نقول، كان يقول عند الحرم بعد يعني يا اخي. قلت له خلاص ماشي. فقاعدين نمشي حسين الاحمد حسين الاحمد حسين الاحمد حسين الاحمد. مشى عليه، هو اسمه خالد امين بس انا قمت اقول له حسين الاحمد حسين الاحمد. حلو. لغايه ما تضايق ولا قال لي شيء بس يطالعني. زين. وصلنا عند الصفا والمروه. عند الصفا والمروه وقفنا خلصنا. قاعد اشرب ماي انا في زمزم، وانا قاعد اشرب اسمع خالد امين قاعد يقول حق واحد ايه خالد فرحان ايه هذا هو عبد الله وبران. انا التفت شو اقول له عبد الله وبران؟ قلت له لا انا مو عبد الله وبران انا خالد. فطلعت حوبته فطلعها عليك. يا واحد كان يقول له هذا عبد الله وبران عني انا. عاد فيك شبه من عبد الله وبران. والله عبد الله في ملامح. في ملامح ايام الشعر بس الحين صلعت انا راحت الملامح. بس لما تلبس غتره خلاص هو تقريبا في ملامح كذي. يعني صارت واحده بواحده. دائما بالحوبه معي خالد امين. بس انا اللي اعرفه انك انت يعني كثير تاذي خالد بالمقالب اللي تسويها، صح؟ لا والله يمكن هو ساعات يسوي مقالب فيني. هو يسوي مقالب فيك. زين تعرف تقلد خالد امين شلون يتكلم؟ اكيد كونك معاك ومعاك دائما. خالد في عنده شغله. انا عندي واحد من الربع تقريبا هو اللي تقريبا قلد خالد كم مره. احد الاصدقاء. انزين. فاخذت هالشغله هذه من عنده. وفعلا هذا احنا ركزنا لغايه ما درينا انه فعلا في هالشغله في خالد. مثل خالد ساعات تجي تلفونات فلانه يفكر وايد ولانه ياخذ راحته في التلفون. فتلاقيه ما يقعد يمك يحوس. ياخذ التلفون ويمشي. ويمشي. مثلا يا له اتصال الحين خالد امين عند نواد واقفني بعد عندك دقيقه. الو. ايه لا هاي تقريبا. يعني حاجه كذي تمشي. انت الحين ما تخاف اذا خالد امين بالحلقه يقلدك بعد؟ مو قاعد اقول لك انا بالمواقف مع خالد لحوبه دائما انا اشوف انا قبله عشان اياه يسوي فيني المقلب. زين ابو وليد، انت بديت عمليه دراستك كانت بالهندسه. وبعدين دخلت في مجال المسرح الفن. نعم. صح. اوكي كلمنا عن الموضوع هذا. والله ابو حسين تقريبا انا دشيت في المعهد التطبيقي. كان في دورات تحصل انه على اساس تكون دبلوم. فدخلت في المجال الصناعي والميكانيكي والامور هذه المعدات الثقيله. بعدها انتقلت الى المسرح. او عفوا الى معهد الفنون المسرحيه. بنفس الفتره اللي انا كنت ادرس فيها الدبلوم والصناعي وكذي كنت اقدم مسرحيات مهرجانات. فقلت لا انا هني مجالي. اوكي اخذت فكره واخذت دبلوم في هالتخصص هذا، خلني اخذ بعد بكالوريوس في الفنون واصقل موهبتي في الدراسه. وانا قاعد اشوف انه يعني بالوقت الحالي على التطور والتكنولوجيا اللي عندنا ابو حسين لابد ان الفن يتخصص، يصير في خصخصه. ان التخصص يصير ان الواحد يختص. تمثيل انا ادرس التمثيل. اتعلم التمثيل وادرسه واصقل موهبتي هذه. برافو. انا اشوف على اساس انه شنو تصير يعني الارضيه تكون خصبه والارضيه تكون الاساس يكون قوي. زين انا اللي اعرفه ان خالد البريكي ايضا له علاقه في كره القدم. كلمنا عن علاقاتك بالكره وبالملاعب وبالتشجيع. شوف انا اشجع المنتخب ومتعصب للمنتخب. الانديه ما قمت اشجعها نفس اول.
انا حلو، هذا تهرب دبلوماسي جميل جدا، على اساس لا يقول لك اي نادي. اي عشان لا يقول لك اي نادي، عشان لا يصير هذا شو اسمه ولا كلهم ربعنا كلهم اخوان. مكان انت تروح يعني مثلا اوكي اذا رحت السعوديه يقولون الهلال والنصر. اي انا احيي صراحه الدوري السعودي. أوكي. يعني اذا رحنا مثلا الكويت يقول العرب القادسيه، في مصر نقول الاهلي والزمالك، في كل مكان في قطبين، فلا بد انك انت تشجع قطب واحد، فانت قاعد تقول انا لا انا ما اشجع عشان ابتعد عن عشان لا تزعل ناس. اوكي. المهم فاقول لك انا اشجع المنتخب اكثر، وعندي علاقات مع اللاعبين الشباب اللي موجودين عندنا، الله يعطيهم القوه والصحه ان شاء الله، ونفتخر فيهم يعني نرفع راسنا فيهم. احنا شوف احنا اللي نعرفه طبعا المشاهدين ايضا احب اقول لهم شغله ان خالد البريكي ايضا من الناس اللي ما شاء الله فيهم الكرم الحلو، وفاتح بيته كديوان يحضرون اليه مجموعه من الفنانين ومن لاعبي المنتخب، وهذا كلنا اذا بغينا نلتقي مع بعضنا البعض نروح عند خالد في البيت. فخالد ايضا الكثير من لاعبي المنتخب اللي يونك. من لاعبي المنتخب اللي يحضرون عندك في الديوان؟ والله شوف وليد علي مثلا علي. عندك جراح العتيجي، جراح احمد عجب، وليد علي يجيكم دائما. اوكي وليد علي الله يوفقهم ان شاء الله وهم رافعين وليد حبيبي طبعا انا عارف يعني وليد انا قاعد اقلده لانه حبيبي طبعا. وليد لما ياكل بالضبط كانه للحين مو بالع اللقمه، لما يتكلم كانه مو بالع اللقمه. اي لا وليد هم بعد. وهو شوف هو خليط يعني الديوانيه هي مفتوحه حق الكل. فنانين اي اللي موجودين هم الاساسيين دائما الاسماء اللي قلتها، وفي بعض الشباب هم بعد موجودين بس منقطع النظير على قولتهم. كذلك عندك الفنانين الممثلين المطربين وضيوف من برا وكذي. انا استانس على هالشيء ابو حسين، يعني هو شيء اجتماعي وبنفس الوقت مكاننا احنا كفنانين شباب واحد يآزر الثاني، ونكون احنا موجودين في هالديوانيه هذه لاجل الجمعه ولاجل ان احنا واحد يدير باله على الثاني. خصوصا يعني في هالشغله هذه احنا في مجال نحتاج الدعم ونحتاج ان نكون احنا دائما مع بعض. تقريبا صارت فكره هذه الديوانيه. حلو. زين احنا نعرف ان خالد ما يحب الاغاني العاطفيه، عرفت؟ فاكيد انت عندك اغاني مثلا كرويه، حافظ شيء عن حق المنتخب اكيد. ها بس نسمع شيء كذي في شو اسمه. انا والله ابو حسين مو وايد ويا الاغاني يعني بس بما ان المنتخب اي انا عارف من وين اصيدك، عرفت؟ انا عارف هيدو اور كامل، هيدو لافلي كميل، هيدو اول كميل، هيدو لافلي كميل، كل الملاعب هذا صح خلها لنا ورانا اغاني وايد بعد. اي اذا خلونا الان نروح فاصل ونعود. ردينا من عقب الفاصل وعلى طول الله شنو هذا؟ الزفر يا اخي. اخي السمك. اخي ذكرت بالاسفار. اي والله يا اخي الزفره هذه تحس انه اوف زفره الحشو كذي، حشو سمك داخل كذي، وهذا هذا اللي تغسل ايدك 4 ايام للحين الريحه موجوده يا اخي. ما غسل اشمها، مدمن صابون الدنيا وكلونيوم ما ينفع خلاص. زفاره عافيه. اي السمك هو فيه عافيه يا اخي. هو تصدق عاد انه هو الوحيد يعني اللي ما تكون فيه اضرار مثل اللحوم مثل الدواجن. اي صح، في فوائد اكثر من اضراره. تحب السمك؟ طبعا كثير طبعا. اوف اي والله. يعني الحين اذا حطينا امامك بوفيه كامل في كل الانواع وحطينا هذاك الصوب السمكه بروح روح للسمكه، روح هناك لا تدور على طول ابو حسين. اوكي. اذا ياك شوي مثلا ولا اذا ياك مرقه انت يعت صح؟ يعت والله انا اللي يعت ابو حسين. يعني انت الحين
لا كلمني بالتفصيل، عطني بالتفصيل انت مثلا بالتفصيل العيش تخيل خالد لحظه ايه؟ تخيل حاطين سمكه احنا هذه كاهي والله هذا سمكه طلع الحشو شوي من وهذه اختها هذه شنو هي؟ اختها سمكه ثانيه. اوكي ايه. يلا خلينا نبتدي نفترس. اخي ابو حسين افتراس. لا يا ابو حسين ابو حسين انا صار لي فتره مو ماكل. ابو حسين هوبا على طول. عوافي يا اخوي عوافي. لا ترى الصدق شوكت على الاسفره. لا اوديك المطعم اللي ذاك اليوم. لا طبعا خوش مطعم طبعا اكيد. لا بس انا سمعت انك انت تصيد بعد. والله صياد ماهر. انت تعرف يعني تروح البحر تصيد؟ نروح البحر بس صار لي فتره يا اخوك. أي. الشغل خذانه زين. ولا الحداق طبعا شيء يعني ما الواحد الله. ما يهده ما يتركه. حلو. اول شيء تصدق شوف بالحداق غير انك تستمتع في الحداق اللي هو صيد السمك يعني. صيد السمك. غير انك تحدق وتصيد السمك وكذي، غير انك يا اخي تستمتع حتى نفسيا. شيء صافي قدامك اللي هو البحر. وتتامل. ويطلع لك الرزق. وتفرح في هالرزق هذا طبعا، وتستفيد من اكله. يا اخي وين تحصل هذا؟ الله، والصيد يعلم الصبر اصلا. بالضبط، وشيء بسيط صح يعني، وحتى يعني شغله بسيطه يعني ما هي مكلفه وكذا، لا بس طراد يعني. انا مره واحده بحياتي رحت الصيد بعدين ما رحت. ليش ابو حسين؟ مره واحده بحياتي رحت دعاني احد الاخوان طيبين الى قال لي داود تعال معنا بكره طالعين باليخت. قلت له والله اول مره اوكي. فقلت حق البيت اعطوني ثلاجتين كبار لان راح اعبيهم راح اجيبهم معي. اعطوني ثلاجتين وهذا واخذتهم معاي وشورت يعني. وصحيت الصبح الحمد لله وكل شيء 7 فطاير الصبح، 7 فطاير اكلت وكل شيء وشاي وهذا، ورايح الحين علشان انا رايح اجيب السمك اليوم. رحت ودخلنا باليخت دخلنا عادي. يا سلام سلام. اليخت وقف. توقيفة اليخت بدا اليخت يسوي يمين يسار. وسوى يمين يسار. انا بدت تلعب فيني الدنيا. 7 فطاير. قعدت هم قاعد يصيدوني يطالعوني، صعبت عليهم والله قاعد يطالعوني. قالوا احنا جايبينك تستانس انت صعبت علينا. طول الوقت قاعد بيدي ليمونه كني حامل. شو اسوي بعد؟ هذه كانت المرة الوحيدة اللي طلعت فيها البحر. بعدين طبعا رجعت الثلاجات اخذت السمك اللي هم صادوه ورجعت قلت لهم انا صايد. اي صايد؟ الا صايد ولا صايد ولا شيء. فمن عقبها خلاص ما قمت اطلع البحر ولا شيء على طول. ليش اروح البحر وتعب نفسي؟ اروح يا اخي لحظة كم حسابك هالكثر اخذ سمكتين واروح البيت. شلك بالبحر واهواله وارزاق الله على السيف. بالضبط اروح اخذ السمك واروح البيت يعني. عرفت شلون؟ فهذه كانت اخر. زين كلمنا عن الدراما التركية يا خالد. ايش فيها الدراما التركية؟ شنو الدراما التركية؟ ايش رايك يعني؟ تحبها ما تحبها؟ لك احكي لك عن شيء عن الدراما التركية. انا ما ابي اتكلم عن دراما التركية ابو حسين. ليش؟ انا ابي اتكلم عن شيء ثاني. اللي هي انت دائما الضيوف يجونك يقعدون عندك في هالكرسي وانت دائما في هالكرسي توجه اسئله. صحيح. طيب ايش رايك انت تقعد في مكاني وانا اوجه لك كم سؤال؟ انت تقعد مكاني واقعد وانا قاعد هناك؟ اي بالضبط. ونحيي داوود. اهلا 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 تفضل. اهلا حياك الله. شنو صاير؟ هذا اللي كنت احسب حساب. ابي اشوف راح ادخل بالكرسي ما ادخل. تدخل ان شاء الله. يلا اوكي انا جاهز. هلا ابو حسين. مساك الله بالخير. يا هلا مرحبا ديكوركم حلو. ايه حياك الله يا ابو حسين ونورنا ان شاء الله، وان شاء الله هذه حلقه راح تكون مميزه باذن الله بوجودك يا استاذ. يخليكم اهلا وسهلا. طالعني انا هني ابو حسين. اهلا وسهلا. أيوة. منبهر بالناس الطيبه يعني عرفت شلون عشان كذي يعني. الله يسلمك. ما فيها. ابو حسين في مواقف كثيره تصير، وخصوصا معروف عن داوود حسين انه دائما هو يسوي مقالب. في مقالب السمعه البايخه دي يعني يا جماعه. وبالعكس يعني. فنبي تقول لنا شنو المقالب اللي انت ما تنساها، او يعني المواقف اللي انت ما تنساها. يعني نبي موقف كذي تذكرنا فيه بايامك. يعني خالد من صدقك انت؟ قول يا ابو حسين قول. يعني شوف انا اقول لك المواقف اللي انا ما انساها. اذكر انا مره من المرات كان عندنا ممثل صديق، كنا مجموعه شباب تونا طالعين تونا داخلين مسجلين في المسرح كاعضاء يعني شباب حلوين تونا طالعين وفرافير. ها يا شباب يلا صير ممثلين صير حلوين. المهم احنا 4 5 مع بعض دائما كانت حتى مقالبنا كانت ملمومه مع بعض. المهم في فتره من الفترات
واحد منا كان هو الحلقه الاضعف. ايه هو اللي دائما المقالب عليه، هو اللي عليه، اربعتنا نسوي مقالب على واحد. انزين. وبعدين صار مذيع، الحين مذيع وفي بعض هذا، بعدين اقول لك منو، مو مشكله. اوكي. المهم هذا كنت انا في نفس المسرح، كان عندنا التليفونات عندنا 3 4 خطوط، فكان يقعد هو تحت، انا كنت اروح الغرفه اللي فوق بالسكرتاريه واتصل فيه في الرقم المسرح الثاني واطلبه بصوت بنت. عرفت؟ اوكي. فاطلبه بصوت بنت، الو، يقول لي هلا، هاي شو اخبارك، هاي معجبه فيكم وانا. وقبل كان صوتي طبعا احلى من كذي بوايد، الحين صوتي ما ادري بحكم عوامل التعريه اللي صارت في البلعوم، فعلشان كذي نقدر نقول راح الصوت. فكنت كلمه 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 الى ان انزل تحت القاه مستانس قاعد. قلت له انت ايش فيك؟ كله مستانس وبس. كان يقول يا عمي روح يا عمي، خلاص خلاص يا اخي. فحس بنفسه انه هو هذاك اليوم وانا فوق قلت له حبيبي اشوفك بعد شوي. قال ها وين؟ فوعدته مكان، كان وقتها رطوبه وحر، وعدته مكان بالشارع. انزين. حلو؟ وعدته مكان، قلت له خلاص بعد ربع ساعه انا اكون موجوده هناك. بعد ربع ساعه احنا قبل لا تصير ربع ساعه نزلنا الشباب كلنا، قلنا له يلا عشان نروح نتغدى كلنا. قال لا 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 انا شبعان شبعان. تعال معنا. اقول لا شبعان شبعان. انزين. قلنا لا اوكي. انا الحين عارف المكان، وبالفعل راح ووقف نفس المكان، نزل من سيارته وقلت له شيل بيدك ورده حمراء، شايل ورده حمراء وواقف كذي ويطالع السيارات. احنا الاربع جينا بسياراتنا وهو يقول يا اخي روحوا 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 لا تخربون، روحوا لا تخربون علي. جميل جميل يا ابو حسين. هذه من المواقف بس الحمد في لله. شغله ثانيه يا ابو حسين، ما خلصنا احنا اليوم حبيبي. تخيل الحين انا لجنه تحكيم. انت لجنه في تحكيم المعهد العالي للفنون المسرحيه. انت كأنك استحليت الموضوع مستلمني. راح اقول لك انا. اوكي. وابيك ترد لي ايام دخولك للمعهد. اي. وراح اطلب منك مشهد تمثيلي تسويه. واتمنى تسوي ايه المشهد اللي هو عباره عن ايه انك انت مدخن. لا ما اسوي. ليش؟ ما اسوي مشهد تدخين. ليش؟ انا صراحه عمري ما دخنت ولا احب ادخن ولا احب التدخين ولا عمري اصلا افكر ادخن. والله لو اسقط. حبيبي يا ابو حسين. الله يعطيك العافيه. مع احترامي لكل اللي يدخنون، بس هذه يعني نصيحه لهم انه شكرا. يعني انا الحمد لله طول عمري ما احب حتى امسكها بيدي يعني حلو حلو. ومنكم نستفيد ان شاء الله. ادعي لي ان شاء الله. واكره شيء عندي بالدنيا لما يجيني معجب حبيبي داوود يبوسك وهو مدخن يعني كله ريحته سجاير وكذي. الله الله يسمع منك ان شاء الله، واحنا بعد نفتك منها ان شاء الله. اقول لك في احد بالدنيا خالد يخاف من الغروب؟ الغروب، لحظات الغروب. انا في خوف. خوف؟ من الغروب؟ مو خوف من الغروب، بالعكس انا فترة الغروب وحسين فقرة احنا حلوة، احنا برمضان ننطرها متى بالضبط عشان يأذن. قاعد نبي فترة حلوة يعني هي مو خوف كثر ما هو حرص على اني انا اسوي بعض الامور. من يعني من شغلات مثل ان الواحد يبتعد. يعني انا قاعد اشوف في الفترة الأخيرة كثرت قضية حزة الغروب، تلاقي الشباب مثلا حط اغاني مطول على مسجل. اوكي. في هالفترة هذه اكره ما عندي. يعني انا اتمنى ان هالشغله يعني هالفترة هذه الواحد يحترمها. لان في بعض الايات قاعدة تحصل في هالفترة هذه نبتعد عن الشغلات اللي تغضب رب العالمين. اوكي. فعشان كذي انت ابتعد. ما احب انا فترة الغروب. إن لحظات الغروب. اي طبعا. بس وتحب اوكي الغروب. الغرور الله يبعدنا عن الغرور. الله يبعدنا عن الغرور. بعيد الحمد لله خالد، الكل يعرفك والكل يشيد باخلاقك واخلاقياتك الجميله الرائعه. الحمد لله. اوكي خالد، كلمنا عن الحب في حياه خالد. الحب لا تقول لي ما تحب بعد. لا والله احب. اي والله احب واعشق. تعشق؟ اوف، اعشقها عشق. منو؟ امي. اقدر. الله يطول بعمرها والله يحفظها. هذه حبيبتي. الله يحفظها. هذه ست الحبايب يعني. الله يخليها ان شاء الله. طبعا. زين. بس في حب ثاني، الحب الثاني خل الام اوكي. ايه ابو حسين هذه الام الجنه تحت اقدامها، نبي الحب اللي الجنه مو تحت اقدامها.
انت قلت مو تحت اقدامي، ليش اروح اضيع ايامي عليه؟ شوف ابو حسين، لازم نشوف عيالك خالد، وجهه نظر بالضبط. هذا اللي أيوة. كنت بقول لك اياها. النقطه ان الواحد انه يعني انا للحين ما تزوجت، انت عارف انا اعزب رغم الاشاعات اللي قالت انه مطلق، ورغم انه قالوا انه تزوج. الامور انا لا زلت اعزب. في زمننا هذا الواحد يعني يمكن انا عمري 35 سنه اشوف ان الواحد يكون متمكن مكون نفسه حتى نفسيا صح. وحتى ثقافيا، مو بس يعني ماديا. يعني انت فكر لي 60 وبعدين شوف شو تسوي. متى بعد؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. متى بعد؟ الوالده دازت لك مسج قالت لك قول له مثلا ولا شيء؟ لا يعني انت صراحه انا بس احب اوجه نداء الحين الى العزيزه الغاليه ام خالد، اقول لها ام خالد يبا ترى ذبحني، ما يزوجوني اهلي، ما يزوجوني، مو راضيين. منو اللي قال؟ انت اللي تقول دائما تشتكي يا اخي. هذه زلقه. لا والله معذبتني الوالده، تتزوج لا بس ان شاء الله نتزوج. خلاص لا تقول لها شيء وتقول لي شيء ثاني. قاعد هذا احد المقالب من ابو حسين اللي قاعد يسويه. الحمد لله العارفه الوالده عارفه. زين انت ايش حق مستعجل؟ انطر يا اخي. لا عمي ان شاء الله الحب هذا اللي تتكلم عنه هو يكون ذو مصداقيه يجي بعد الزواج وايد اسلم ووايد احسن، لان احنا قد الحب الثاني. الله، خصوصا لما عاد تتزوج وتلبس هذا وعريس ان شاء الله. ها وواقف وني نسلم عليك. سلم عليك انا مبروك يا خالد. يسلم عليك وليد علي مبروك خالد. يجيك احمد عجب مبروك خالد مبروك مبروك. يجيك محمد شراغ مبروك. ليش هالضحكه ما ادري. اي يا عمود اي صادق. زين الوقت اللي تنوي انك تتزوج، ابي مواصفات فتاة الاحلام او زوجة المستقبل. والله انها تكون قادرة على المسؤولية. تكون قادرة على مسؤولية ان تربي اجيال. الام مدرسة. الام مدرسة. صح. هي يعني الشغلات البديهية. اول ما تجيك راح تقول لك انا قادرة اسوي كل شيء. طبعا الكلام شيء والفعل شيء. طبعا انا اقصد انه بالفعل انه تكون يعني هالشغلات. اوكي. هذه تقريبا بوقتنا هذا اقول صعبة. بس ما هي مستحيله. حلو قعدتك حلوه وما تنمل حبيبي، وانا اشكرك جدا على هالابتسامه الحلوه وعلى هالجيه الحلوه هذه. تحيه للمتالق الاستاذ خالد الفريسي. شكرا لكم. الرجاله ما لهمش امان خالص. بس البنات يضحكون بس. على فراش الموت الرجل مسكين، على فراش الموت طايح، قال يا حبيبتي ومراته قاعده جنبه، زوجته قاعده يمه، تقول له حبيبي خلاص شوي عليك. يا حبيبتي اصيله بنت حلال. أنا لما اترفدت من شغلي أنت كنتي واقفة معي، ولما خسرت فلوسي كلها بالأزمة الاقتصادية كنتي واقفة معي، ولما مرضت أنتي واقفة معي، والحين على فراش الموت هم معاي. يخرب بيت أهلك يا نحس. شكرا، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى الأسبوع القادم، إلى اللقاء، تحياتي، باي.